صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم. شايفين إحنا معانا ورقة ب10 جنيه، ورق توقيع حسن عبد الله، إصدار 12/9/22. ورقة تانية بوليمر برضو توقيع حسن عبد الله. زي ما احنا عارفين إن 10 جنيه مفروض كانت إصدار كلها بوليمر، من أيام طارق عامر. وكان مفروض إن هو يبقى برضو الورق كله يبقى خلاص انتهى 10 جنيه، من بوليمر، من ورق يبقى بوليمر. لكن هو احنا فوجئنا إن في إصدار من ورقة ب10 جنيه، صدرت بتوقيع حسن حامد زي ما احنا شفنا برضو في التاريخ دوت. فأصبح دلوقتي توقيع حسن حامد اللي هو حسن حامد هو محافظ البنك المركزي المصري الحالي، الذي تولى رئاسة البنك المركزي بعد الأستاذ طارق عامر. وطبعا عارفين إن أول إصدار لورق البوليمر كان في أيام عهد الأستاذ طارق عامر، وكان مفروض ان يبقى كله اصدارات ان هو لها ورق برايمر. لكن فوجئنا ان في اصدار لحسن عبد الله ورقه عاديه. طبعا الاصدار ده ما تمش منه كتير، كميه بسيطه، لكن هي موجوده في السوق ومتداوله لحسن حامد. وطبعا زي ما احنا عارفين ان التوقيع البوليمر دلوقتي، ورق البوليمر دلوقتي المصري هو الساري، وطبعا دي ما زالت سريعة. أتمنى إن حضراتكم تعجبوا بالفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش طبعا إن إحنا نشترك في القناة ونفعل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.